كلم واحد صاحبي من يومين وبعدين بقول له ايه يا عم انت مختفي فين وكده؟ قال لي لا ما انا سافرت وعايش بره دلوقتي. بقول له ليه؟ قال لي المصاريف والدولار، اديك شايف الدنيا بقت عامله ازاي. قلت له يعني انت قررت ان انت تسافر وتسيب عيلتك هنا في مصر؟ فقال لي للاسف، لان انا محتاج ان انا ادفع مصاريف المدرسه وبفكر في جامعتهم وبعدين شويه وهيتجوزوا وعربيات. وكان مركز قوي قوي في كلامه على تسديد الاحتياج المادي للاولاد، اللي انا بشوف ما فيهوش حاجه غلط، بس ساعات كتيرة بننشغل قوي بإعداد المستقبل لعيالنا وبننسى نعدهم للمستقبل. على قد ما أولادنا محتاجين قوي تسديد الاحتياج المادي، على قد ساعات بننشغل وبنحلم بأحلام يمكن مش هي أصلح أو أفيد حاجة ليهم. ولادنا عندهم احتياجات نفسية، عقلية، بدنية، اجتماعية، روحية، محتاجين تواجدنا، بالذات الأب، بالذات كمان بعد ما يعدوا سن 6 أو 7 سنين، لأن الدراسات أثبتت إنه الأطفال في السن ده بيبقوا محتاجين متشوقين قوي لحاجة اسمها التوكيد الذكوري male affirmation. أنا عايز ذكر، أنا عايز رجل يقول لي إني قوي، إني حلوة، إني شاطر، إني ذكية، إني لذيذة، إن دمي خفيف. كل الإمكانات بتاعتهم محتاجة انها تتوظف بطريقة مظبوطة، محتاجة ان هي كمان تبقى بتتشجع من الاب. ففي اوقات كتيرة قوي في مراحل نموهم، بالذات من سن 6-7 لسن 14-15، غياب الاب ممكن يسبب اذى نفسي احنا مش مدركين خطورته على المدى البعيد، لان في الوقت ده هويتهم بتبتدي انها تتشكل، امكانياتهم محتاجين ان حد يبقى بيشجعهم وبيستثمر فيها عشان يبقوا عارفين هم شاطرين في ايه ويمكن ضعاف في ايه، او محتاجين ينموا مهاراتهم في امور حياتيه معينه. هيعرفوها ازاي لو الاب ما كانش موجود؟ في الوقت ده بيتكون عندهم المبادئ الاخلاقيه، وايه الصح والغلط، وازاي يتصرفوا التصرف الصح حتى لو ما فيش حد شايفهم. دي اسمها المورال اوثوريتي. ازاي الاب يبقى بيساعدهم ان هم يسمعوا للصوت اللي جواهم اللي بيقول لهم يعملوا ايه وما تعملوش ايه. كتير قوي بنتبسط عيالنا بتتصرف تصرف حلو وهم حوالينا، بس ما بنبقاش عارفين في غيابنا هم بيعملوا ايه. غياب الاب في الوقت ده بيخليهم مش قادرين يشوفوا هو انا المفروض اتصرف ازاي. لو بابا هنا وبيشوفوه بيتصرف صح، بالذات لو عنده مبادئ اخلاقيه عاليه، بيبتدوا ان هم يتعلموا منه ويورثهم كمان ازاي يتصرفوا التصرف الصحيح دايما حتى لو مفيش حد باصص عليهم. واخيرا الامان العاطفي، تواجد الاب في الوقت ده وان هو يبقى متاح ليهم شيء مهم جدا جدا جدا. نفسي ان كل اب يبقى مدرك اهمية ان هو يبقى ناضج وناكر للذات، متاح، فاهم الاولويات، متعلم، فاهم دوره مع اولاده، قادر يدرك أهمية دوره مع أولاده، قادر كمان يدرك ويفهم احتياجات أطفاله النفسية والعاطفية والبدنية والعقلية في المراحل المختلفة. ابنك وهو عنده 3 سنين أو بنتك وهي عندها 3 سنين محتاجة أمور مختلفة عن لما يبقوا 5 7 9 11 13. هل أنت عارف احتياجاتهم النفسية إيه؟ هل عارف وأنت قاعد معاهم محتاج تعمل إيه كأب؟ أعتقد إن أولادنا يستاهلوا قوي مننا إن إحنا نفهمهم أكتر ونذاكر عنهم